لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1025 لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومبست رزامندي رب العالمين وهو دان أزيز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وعلى خوش وسهل لسياق وآتانك رب العالمين باس لا منافق كان دك رب العالمين دفرمي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم دي سرسام ما ببو مال من داليك الله تعالى بياني بخشيه إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الله تعالى ديوي عذابيان بدا بو مالو من دال لجيان دنيا وهروها وتزهق أنفسهم وهم كافرون لكاتك ذاك روحيان دردسي بكافري دمرن. لتفسير الرازي دلي مناسبة وآت لقل بيشوتر لقل آت بيشوتري لما قطع الله تعالى في الآية الأولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة. الآية بيشوتر رب العالمين باسي لوكر منافق كان هيز أزر باداش تشيان نابي لآخرات. بين هنا أن الأشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنيا لو أعتدى رب العالمين بياني أو ذكاء أوشتاني كوا قمان دبن كوا لنفع وانا لدنيايان فإنه تعالى جعلها أسباب تعظيمهم في الدنيا. هر أوشتاني كوان بنفعي تيدقان خواهي وركريته هوكار لبو عذاب دانيان لدنيا وأسباب اجتماع المحن والآفات عليهم في الآخرة. وهذا ابن هوكار لبو أنواع محنة أنواع آفات ساوروانيام كالآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أي فلا تستحسن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال المنافقين ولا أولادهم كواتبساك مزان أو مال من ذلك الله تعالى بمنافقين بخشية لبوتاكبي كبياني بخشية مما أنعمنا عليهم استدراجا لهم أو نعمتان كالقلوان ما كذي بلكو لسرويك وبيان ما بخشي أو مال من ذلك استدراجا لهم زلو الشركردنا لبويان أبي حيان دلي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم كاتك ومالي لبيش من دال باس كردية لأنها كانت أعلق بقلوبهم وربراستي دليان زيادة بيوز بمالكا نقبة من داليان ونفوسهم أميل إليها نفس الشان زيادة الميل بو مالكي دروي فإنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية ذهاب أموالهم من دالكاني خوان زين دبت سال ذكر نبادا باري لسرفكاو مالكي بروا لويا أموالي ببيش أولاد خستية. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي إنما يريد الله أن يعذب المنافقين بأموالهم وأولادهم في حياتهم الدنيا. وأتى الله تعالى ما بستيتيك ومنافق كان عذاب بدابو مالو من ذلك وبياني بخشية. لحديثك ذاك ابن ماجه رواية كذية أنس كوري مالك دجرته خايل رازي بدفرم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي من كانت الآخرة همه هالكسك آخرة خميبي جعل الله غناه في قلبه. الله تعالى الدولة منديلنا وضلي دادني وجمع له شمله ميشكو دلو درون كارو باري لبو كودكاتو برتناكا وأتته الدنيا وهي راغمة
ئیتر دنیا لە بۆی دێ بە ملکەچیەوە. ومن كانت الدنيا همه بەڵام بە پێچەوانەوە هەر کەسێک دنیا خەمیبی جعل الله فقره بين عينيه هەل نێوچەوانی خوای گەور فەقیری دادەنێ واتە هەر کوی تەماشا دەکا هەر فەقیری خۆی و هەر خۆی پێ فەقیرە دێتە پێش چاوی وفرق عليه شمله کار و بار و مێشک و هەموو شتێکی پەرت و بڵاو دەبی ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له هەرچەندە حەریسە لەسەر دنیا تەنها هەر ئەو هەندەی لۆ دێ کەوا لە بۆی تەقدیر کرایە. وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي ويريد الله أن تخرج أرواح المنافقين الله تعالى أوي ديوكوا لو كاتك ومنافق كان روحيا لدردسي وهم مستمرون على كفرهم بالله ورسوله لو كاتك روحيا لدردسي هر بردوام لسر كفريا با الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم فيتصل لهم عذاب الآخرة الدائم بعذابهم الدنيا ئیتر لە دنیا بەو ماڵ و منداڵێ عەزاب دەخۆن بە کافریش دەمرن ئیتر عەزابی دنیا و ئاخیرەتیان دەگاتەوە یەکتری. ئەبی حەیان دەڵێ وتزهق أنفسهم کاتێکەوە معطوفە لەسەر ليعذبهم والمعنى ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة کەواتە ئەو ماڵ و منداڵە دەبیتەمای عەزابیان لە دنیا و لە ئاخرەت ونبه على عذاب الآخرة بعلته لەبەرەوەی لێرە ئیشارەت بە عەزابی ئاخرەت دەکات بە عیلەی ئاخرەت ئەویش چییە؟ وهو زهوق أنفسهم على الكفر کەواتە عەزابی ئاخرەت بە چ سەبەبێکە؟ بە سەبەبی ئەوەی کەوا ڕوحیان دەردەچی لەو کاتێکەوە دەردەچی بە کافری کەوە سەبەبە لەوەی کەوا عەزابیان لە ئاخرەت بەردەوام بی. لأن من مات كافرا عذب في الآخرة لا محالة هیچ مەجالی تێدانی کەسێک بە کافری بمرێ عەزاب دەدرێ. وزهوق النفس هنا كناية عن الموت طبعا وتزهق أنفسهم باس لمردن دكا. لا مجموع فتاوى شيخ الإسلام دل النظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنه تەماشاکردن لە بەخۆشیەکانی دنیا بە شێوەیەکەوە خۆشت بوێ و بە گەورەی بزانی لە بۆ خودی شتەکە و لە بۆ ئەوی کەوا پێی بەخشرایە منهی عنه ئێمە وەکو مسلمان نەهیمان لێکرا نابی تەماشای شتەکان و خۆشیەکانی دنیا و ئەوانەی کە پێیان بەخشرایە بە شێوەیەک تەماشا بکەین و بێتە بەرچاومانکەوە خۆشمان بێ و بە گەورەی بزانین. لبروي الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وأما النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار فمأمور به مندوب إليه. بلام تمشاكرني مخلوقات كان علوي وسفلي أو اللي آسمان كان أو كوا سفلي ولا صار روي زاوية بشوي كوا بيري لبكيو بندو آموشگاري لور بقري كوا بلغي لسر عظمة رب العالمين أو فرماني بيكرايو مندوب إليه هان ماندرايكوا بيكين بلام نقبة بو تاوي تماشاي خۆشەکان ژیانی دنیا بکەین و بە تەماشای ئەهلی ئەوەی کەوا پێی بەخشرایە بە خۆشەویستی و بە تەعظیم بە گەورەزانین نەخێر هذا منهي عنه. تفسير رازي دەڵێ لا ينبغي العجب بأموال المنافقين والكافرين ولا بأولاد ولا بسائر نعم الله عليهم. ئەویش دیارە هەر عین تەکید لەسەوەی دەکاتەوە کەوا شیاو نییە و ناکرێ بە سەرسامیەوە تەماشای ماڵ و ئەولاد و خۆشیەکانی منافق و کافرەکان بکەین کە خوای گەورە پێی بەخشینە. النفاق جالب لجميع الآفات في الدين والدنيا. بەڕاستی نفاق هەموو ئافات و خراپەکانی دین و دنیا هەر لە دوای نفاق دێ. ومبطل لجميع الخيرات في الدين والدنيا. وهروە نفاق هەموو چاکە و خەیرەکانی دنیا و دینت لەبۆ بەتاڵ دەکاتەوە. فإن الله تعالى لما بين قبائح أفعالهم كاتك الله تعالى باسی لە ئەفعال قەبیحەکانی منافقەکان کرد وفضائح أعمالهم وهروەها کاتێکەوە باسی لە کردەوەکانیان کرد و فەضحی کردن ئاشکرای کردن بين ما لهم في الآخرة من العذاب الشديد. جا خوای گەورە ئەوەی بەیان کردکەوە لە ئاخرەت چ عەزابێکی تون لە بۆیان ئامادەکرا وما لهم في الدنيا من وجوه المحنة والبلية. وهروە لە دنیاشدا چ
شتێکیان لە بۆ دانرا خوای گەورە کە پێیانی شی بەخشیە کە ظاهرە نیعمەتە بەڵام هەر عینی ئەو نیعمەتە بەڵام مصیبەت و محنەتە پێیان بەخشرا. ثم بين بعد ذلك أن ما يفعلون من أعمال البر لا ينتفعون به يوم القيامة. وهو بيان أو كركوا أو كارو كردواني كظاهرا تاكشا لا كأوان أنزام الدن سودي لورنان رج قيامته لبروا بإيمان ونايكن. ثم بين أن ما يظنون أنه من منافع الدنيا فهو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم. وهو بيان أو كركوا أو شتاني كوا وكمال من دار كبيان بخشرا كوا ظاهرا لنفعو خوشكاين دنيا هر أوشتا كبيان بخشرا السبب لبو عذابيا لبو ابتلان ولبو كوا محنة لسران تنتربي. وجاء بيان ذلك مرتبا على أحسن الوجوه يتر أوشت أو حقائقنا بجوان ترين شيو بالترتيب باسي كردية ولا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا. بهش شويك غير الله تعالى كز نازاني بو شوي بجوان ترين شوى ترتيبي أو بابتان لدواء يقبكا. إنزال لدواء أو دفرمي ويحلفون بالله إنهم لمنكم سوين دخون با الله تعالى أوان لريزنقونا لقلنقونا بلام الله تعالى دفرمي وما هم منكم نخير أوان لريزنقونينا ولكنهم قوم يفرقون بلام أنا كسانكن لترسان دلين إيما لقلنقوينا. وكو الشربيني دلي مناسبة أو آتا لقل أو بيشوتر لما بين الله تعالى كون المنافقين مستجمعين لكل مضار الدنيا والآخرة. هاتك وأخوائي سبحانه وتعالى كان بيشوتر باسي لوكر منافق كان أوي كوازرر دنيا وقيامتيان تيدا همويان تيدا كوبيتو خالين عن جميع منافع الآخرة والدنيا. أصلا وانا ببشن لهمو نفع كان دنيا وآخرة عاد إلى ذكر فضائحهم وقبائحهم. زاديسان ليروا خواهي قول باز لا صفات ناشرين كان يندكاتون فضحي يندكا ومنها لوانا إقدام على الأيمان الكاذبة. لوانا يقلى قبائح كان أويكوا يقلى قبائح كان منافق كان ويسوان بدرو دخون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم أي ويحلف المنافقون بالله يمينا مؤكدة لكم أيها المؤمنون. كواتا منافق كان سوين بالله تعالى دخون بسوين ديشي مؤكد كذبا بدرو طبعا إنهم مؤمنون مثلكم سوين بالله تعالى دخون بسوين ديشي مؤكد كوا أوانش وكونغو إيمان دارنو لريزينغونا وليسوا في الحقيقة من أهل دينكم لحقتج دا أوان براستي لقلنقونين ولسر أو دينانين بل هم كفار وعداء لكم حقتي وأنا ويكا كافر دجمنين قونا. هلوك خواهي يقول لباس منافق كان لسورة البقرة أتساردفا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كاتك ودقان إيمان داران ضلين إيمان من هنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بلام كاتك وبتنها لقل شياطين كان إخوان وسركرد كان لكفر دبن دلين إيما لقلنقوين كاتك ولقل أوان دلين لقلنقوين لقل إيمان داران أما استهزاء في ذكين. وهو لسورة المنافقون خواهي يقول لباسي وأن دا فرمي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أقر منافق كان هات الشاهدي بدن دلين شاهدي دن كأتو رسول الله والله يعلم إنك لرسول الله. الله تعالى دزاني أتو بيغنبري أوي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله تعالى شاهدي دا بيغمان منافق كان دروزنن بلى ولكنهم قوم يفرقون أي ولكن المنافقين يخافون منكم أيها المسلمون. بلى إيمان دارنا كاتك ومنافق كان دين سوين دي دخون كوا لقلنقوينا وانيا لقلنقونينا أدلبرتي وادلين يخافون منكم لبريوان لنقودة ترسين فيحلفون لكم إنهم مؤمنون ليأمنوكم كاتا لو روانجي وسوين لبنقو دخون كوا لقلنقونا تاكو لنقو تأمين بن أقرنا لترسان سوين دخون أقرنا للنقونينا. ابن عاشور دليل في هذه الآية دلالة على أن اختلاف الخلق مانع من المواصلة والموافقة. كواتا أو آتب القيل سلا
کاتێکەوە خۆڕەوشت لەگەڵ یەکتری مختلف و جیاواز بوو ناکۆک بوون ئەوە مانی ئالەبینی لەو حاڵەتەی کەسانێک لەگەڵیان تەواسولیان هەبی و لەگەڵ یەکتری بگونجێن کەواتە منافقەکان لەبەرەوەی ئەسڵان خۆڕەوشت و طەبع و عەقیدەیان جیاواز زەحمەتە لەگەڵ ئیمانداران بگونجێن یان ئەوەتە تەواسولیان بەردەوام بی وكاتشك والتعبير بصيغة المضارع كاتك ولو آتدا بصيغي فعل مضارع ويحلفون وباشنا في يفرقون كواتب فعل مضارع هردو فعل يعني باس كده للدلالة على التجدد لبو كواتب بردوامي اوان جار لدواي جار سوين دخون جار لزواي جارج ببردوامي اوانا وأن ذلك دأبهم أو عادتي يكجارتشي يبردوامي أنا كوا سوين بدرو دخون لبري بردوامي و بجار لدواي جارش نوي دكنوا كأوانا يفرقون دترسين لروانجي ترسوا سوين لبونغو دخون بدرو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون